نفسي أسأل سؤال، معرفش انتوا ما بتحبوهاش ليه، مع ان الحاضر بتاعها احلى من الماضي بكتير. ويا سلام لما تتعمل بطريقة حلوة وجميلة وطعم من ورا الخيال ومن ايد محترف. اذكروا الله، صلوا على سيدنا محمد لان هو ده سر النجاح. ويلا بينا نشوف احلى طريقة. انا النهاردة بتكلم عن الكرشة. الناس اللي ما بتحبش الكرشة وما بتحبش الفشة، بعد الفيديو ده وعدك ان انت هتحبيها، واول ما تشوفي الفيديو هتجري تعمليها. اول حاجه جبت الفشه، غسلتها كويس بدقيق وملح وليمون، وقطعتها يعني مش قوي بس قطعتها حتت كده كبيره. بعد كده ميه بتغلي على النار، حطيت فيها فلفل اسود، حبهان، حطيت بصلايه، وهبدا اني انزل بالفشه بتاعتي. والحاجات دي يا جماعه تتجاب من جزار موثوق منه، يعني ما ينفعش ان احنا نروح نجيب من جزار اي كلام وارجع اقول اداني الحاجه وحشه وانا ما بحبش ايه الحاجات دي. عايزه اقول لكم ان الفشه دي بالنسبه لي هي العشق كله، بحبها حب ما اقولكوش، يعني خطيره خطيره خطيره، يعني حاجه كده جميله جدا. بسيبها على نار عاليه لحد ما بتبدا تطلع لي راسب خفيف كده، اللي هي طبعا اي ميكروب او اي حاجه زي اللحمه بالظبط. وبروح كده وهي طبعا بتغلي وسط المنكهات دي، ريحتها بتبقى فظيعه جدا وجميله. لو انتوا جايبينها طبعا من جزار موثوق منه وبيبيع حاجات نظيفة وحاجات محترمة. تمام، بنلم كل الراسب بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. لو وصلتي معايا لحد هنا اذكروا الله وصلوا على سيدنا النبي، ويا رب اللي تحط لايك وشير للفيديو. انا وهي نكون عند سيدنا النبي بإذن الله، بنعمل عمرة وندعي بكل اللي نفسنا فيه. تمام، ما بنحط لهاش ملح في الخطوة دي، بغطيها وبسيبها على نار هادية لحد ما تستوي. بعد كده بملحها عادي. بعد ما بملحها بقى بروح واخداها مقطعاها بعد ما بتبرد وبحمرها بس كده. عندي هنا بقى يلا بينا نعمل الكرشة. جبت حلة فيها بصلتين متوسطين وحطين اتخرطوا خرط متوسط، وحطيت عليها معلقة سمنة وحطيت عليها شوية من الزيت. وهبدأ اني اشوح البصلة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده يا حبايب قلبي. تمام، انا هعمل الكرشه النهارده باسهل طريقه بدون سلق ولا اي حاجه. طبعا الكرشه بقى بتجيبيها عندك سواء كانت متنضفه او انت بتجيبيها تكحتيها في البيت، اهم حاجه تكون متنضفه. تمام. طيب بعد ما بننضفها بقى وبننقعها في المحلول بقى اللي هو الكربونات والملح والليمون، وبنمسكها نظبط الدنيا وبنغسلها ونقطعها ونركنها في مصفى. هنا على البصلتين نزلت براس توم كبيرة مفرومة، راس توم كبيرة مفرومة. أول ما البصلة بتصفر نزلت بيها زي ما حضراتكم شايفين كده على البصل. تمام، لحد هنا الدنيا هي سهلة معانا وزي الفل. بعد كده بقى حبايب قلبي، والبصلة بتتشوح بريحة التوم كده، أول ما ريحة التوم بتطلع هنا بتشم ريحة. الله يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، ويرحم الناس الحلوة اللي علمتنا الحاجات الحلوة دي بجد. الحاجة لما بتتعمل بحب ونظافة بجد بتفرق كتير. وداعا بقى الناس اللي ما بتحبهاش وتقولك كرشة كرشة بعد ما تشوفي طريقة الشيف هدير في عمايلها استحالة بعد كده ما تحبهاش، استحالة. حاجة سهلة وجميلة بالشكل ده. بصوا الكرشة بفتة بيضة عندي، بروح جايبة الكرشة كده بدون سلق وبدون أي حاجة، بروح نازلة بيها كده على البصل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وببدأ بقى ان انا اشوحها مع البصل بقى والثوم بقى والريحة بقى هنا بتبقى خطيرة. بصوا الحاجة بقى ما شاء الله مغسولة نظيفة ازاي، حاجات رائعة رائعة رائعة، حاجة كده اللهم بارك. تمام، هنلاقي الكرشة اتشوحت معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا انا ببقى محضرة شفشق طماطم معصورة، شفشق الخلاط نملاه طماطم معصورة. تمام، نعصرها كويس جدا. بعد ما الكرشة اتشوحت بروح نازلة كده بالطماطم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وبروح هنا حاطه ايه بقى، بروح حاطه معلقه كبيره من السكر، دي بتعادل حموضه الطماطم وبتساعد كمان ان الكرشه تستوي بسرعه. تمام، وهحط دلوقتي على عصير الطماطم والكرشه هحط معلقه كبيره من الصلصه اللي هي بتاعت البطرمانات البيوري.
تمام كده. بحط اهو معلقة السكر، بنديها بقى تقليبة، وبنديها بعد كده بنغطيها وبنسيبها غلوة على نار عالية، وبعد كده بهدي النار خالص عليها لحد ما بتاخد وتدي مع نفسها، والاقيها استوت كده وزي الملبن معايا. بصوا بقى اللهم بارك شكلها بعد ما استوت. ممكن تحتاج ان نزودها كوبايه ميه مغليه. تمام. بصوا اللهم بارك الكرشه بقى لونها ازاي ونطرت ايدانها. هنا بقى بحط بقى باقي التوابل. عندي هنا فلفل اسود، بحط معلقه كبيره ممسوحه من الفلفل الاسود، عليهم معلقه صغيره مليانه من السبع بهار، وعليهم بقى الملح. بحط الملح اخر حاجه زي ما حضراتكم شايفين. اوعي تضيفي الملح الا لما تتأكدي ان الكرشة استوت معاكي